السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي، اخباركم عاملين إيه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقة جديدة معاكم النهارده مكملين في سلسلة الفيديوهات القصيرة اللي وعدنا حضراتكم بيها. هنتكلم النهارده في حلقة جديدة من الحالات اللي جات لي في العيادة. حالة كانت جات في العيادة امبارح، كان عنده ضرسين كان المفروض مركب عليهم تركيبة، فشال التركيبة لأن في ضرس من الضروس اللي كان عاملها تحت التركيبة دي سوس، فاضطر إن هو يحشيه ويعمله تاني. فعايز للناس ممكن لو عندها حالة زي كده، مثلًا عنده كوبري عامله زي كده، عامله تركيبة أيًا كان عددها والّا كده، لازم تعرف إن أنت لو لعبت في الضرس اللي تحت التركيبة، التركيبة يعتبر باظت، لأن أنت إيه، لو ضرس مثلًا مسوّس وأنت مثلًا إيه، كمان لو حشو عصب بالذات، أنت طبعًا بتشيل على حسب حالة الضرس، بتشيل طبعًا التسوس وتقعد تمشي، فأنت غيّرت ملامح الضرس اللي كانت متركبة عليه الإيه، التلبيسة أو الطربوش. يعني أنت مثلًا عارف زي أنت جايب طاقية أو جايب طربوش مثلًا وحاطّه على مقاس راس معيّنة، جيت أنت غيّرت الراس، هل هتنفع تركب على نفس الطربوش اللي كنت عامله على الراس الأولانية؟ أكيد لأ. فأنت نفس الكلام ده. فيعني مش عارف، في بعض الناس بتبقى عارفة مثلًا وبتستعبط، وفي بعض الناس تاني مثلًا بتبقى مثلًا مش عارفة، فاكرة إن الموضوع عادي، بس أنت المفروض يعني إيه، بتبقى باينة الموضوع، يعني واضح، مش محتاج إنّك أنت. فبس دي حاجة، لو أنت عندك مثلًا حالة مشابهة لزي كده، إن شاء الله الفيديو ده يفيدكم. أشوفكم الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.